السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناتي وصفة هايلة. النهاردة هنعمل مع بعض تفريز الكرنب. هقولك ازاي يطلع معانا طري ومستوي، وكمان طعمه كأنه لسه فريش، لأنه كأنه لسه جاي من السوق على طول. هقولك كل التكات والحركات عشان يطلع معاكي محشي الكرنب أحلى محشي كرنب. طبعا الكرنب ملك أنواع المحشي، الراعي الرسمي للعزومات والمناسبات الحلوة. عشان كده بنشتريه طبعا في أي وقت، وفي الصيف بيكون غالي جدا. يعني ممكن الكرومبة توصل ل20 و25 جنيه. يلا بينا نشوف الفيديو. وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك للفيديو، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. أول حاجة مواصفات الكرومب. عشان تشتري كرومب أحلى كرومبة فرازيل طول السنة، الكرومبة ضروري تكون مدورة زي ما احنا شايفين كده، تكون ورقتها خفيفة ما فيهاش عروق تخينة أو سميكة ما فيهاش عروق كتير، وكمان تكون مش مكتومة. اول حاجه هنعملها هنقور الكرومبه بالسكينه زي ما احنا شايفين كده، عشان اشيل الراس خالص من الكرومبه. حله يكون فيها ميه بتغلي على النار، وهنزل فيها معلقه سكر وكمان نص معلقه كمون. السكر هنا يعتبر مادة حافظة للكرنب، بيحافظ عليه طول الوقت اللي موجود فيه في الفريزر. اول ما بتخرجيه وبس يشم الميه السخنه بيرجع تاني كأنك لسه سلقاه حالا. على ما نسلق الكرنب دي بقى هقولك على شوية حاجات كده حلوة قوي عن الكرنب. الكرنب غني جدا بفيتامين سي سبحان الله، عشان كده موسمه موسم الشتاء، موسم البرد طبعا والسقعة ونزلات البرد بتكون محتاجة جدا لفيتامين سي. عشان كده زيه زي اليوسفندي والبرتقال موجود في فصل الشتاء، او موسمه في فصل الشتاء. كمان غني جدا بمضادات الأكسدة، يعني بيحمي الجسم من الأمراض والالتهابات، وكمان الأمراض المزمنة، يعني بيحمي الجسم من الالتهابات والأمراض المزمنة. يعني بصراحة حلو في كل الأحوال. طبعا كمان بيساعد على إنقاص الوزن لأن فيه ألياف، وكمان بيساعد على تنظيم ضغط الدم. هكمل كل الكرنب اللي انا عايزه افرزه او اللي انا عايزه ادبله بالميه السخنه كده بنفس الطريقه. انا بنزله في الميه يا دوب يدبل معانا وبخرجه على طول، لان تاني هنزله في الميه السخنه لما اجي استعمله. طبعا الميه السخنه بيكون فيها ملح، لان ضروري جدا ان الكرنب ياخد ملح او يتملح قبل ما نحشيه. فبعد كده ما بخرجه من الفريزر بيكون معايا ميه بتغلي برضو وفيها معلقه ملح، وانزل بقى بالكرنب بتاعي ملفوف زي ما هو، هيتفك معايا ويطرى معايا، واخرجه واستخدمه على طول. هننزل بالكرنب زي ما احنا شايفين على الناحية اللي بيكون فيها عروق كده، ويعني تدبل معانا دقيقة كده او نص دقيقة، واقلبها على الناحية التانية برضو. اغطس كده على قد ما اقدر بحيث ان هي تدبل معانا ورقات الكرنب اللي ناحية تحت، وابدا اسحب واحده واحده من ناحيه العرق. انا بخلي العروق ناحيه فوق الاول، بحطها تحت الاول عشان لما ارفعها او الفها ناحيه فوق ابدا اسحب منها، امسك منها زي ما احنا شايفين كده واسحب منها الورق واحده واحده. طبعا مش بسحب من ناحيه جوه، بسحب الورقه اللي عليها الدور اللي ناحيه بره الاول، وبعد كده بسحب اللي بعديها لغايه ما اخلص كل الكرومبه اللي معايا. موضوع سهل جدا وبسيط جدا، وبيوفر علينا بعد كده وقت ومجهود وكمان فلوس. يعني ليه نشتري الكرومبة ب20 و25 لما ممكن نشتريها دلوقتي ب5 جنيه ونفرزها للصيف؟ هنكمل كل الكمية اللي معانا وبعد كده نبدأ نقطعه. انا معايا اطباق الفوم البيضة دي، وبفرش فيها استرتش او اكياس بتاع التلاجة، بقصها كده وبفتحها. بخلي جزء على قد الطبق بالظبط وبفرشه فيه عشان يبقى عازل ما بين اي حاجة انا بفرزها والطبق الفوم.
وابدا اقطع الكرنب بتاعي. انا بخلي تقطيعه الورقه زي ما احنا شايفين كده، بتنيها نصين، بخليها العرق هو اللي في النص، وابدا اشيله من تحت لفوق زي ما احنا شايفين كده، من اول العرق من تحت لغايه فوق. ما بهدرش اي حاجه خالص، يا دوب بقص جنب العرق على طول. وببدا اقيس حوالي 3 سنتي 4 سنتي، حوالي 3 صوابع كده بالظبط، بحيث ان الورق كله يبقى قد بعضه. زي ما احنا شايفين كده انا ببدا الفها بعد ما بشيل العرق، واعمل حسابي ان كأني كده بحط 3 صوابع. ده مقاس الورقة اللي انا هحشيها بعد كده. وبقطع بالسكين، اخلي الجزء كله قد الجزء اللي بعده. يعني لو الورقة تتقطع لاتنين بخليهم الاتنين قد بعض، لو تتقطع لتلاتة برضو بخليهم على قد ما اقدر قد بعض، واشيل الزيادة. هكمل كل المقدار اللي معانا بالشكل ده، ويكون جاهز على التفريز. العروق اللي بنخرجها دي مش بنتخلص منها ولا برميها. انا باخد العروق الصغيره او الرفيعه اللي بتكون ناحيه قلب الكرنبه كده، وبخللها ملح وخل، وممكن عصفر، ممكن واحده بنجر، بيديها طعم ولون خطير. اما العروق الكبيره اللي بتكون ناحيه بره او العريضه شويه، انا باخدها وبشيل الجزء اللي بيكون سميك فيها، اللي بيكون في الحرف فوق كده، او راس العرق كده من فوق، وبخليها كلها سمك واحد، عشان هستخدمها في أرضية أو في قاع أو في قاعدة الحلة اللي هحشي فيها الكرنب. يعني هستخدمها مش هرمي حاجة. طبعا بتكون عازل ما بين الكرنب وما بين الحلة وما بين النار. ما تخليش الكرنب أو السطر اللي تحت خالص ياخد لون يبقى أول سطر زي آخر سطر بالظبط. وكده ما شاء الله كل كمية الكرنب اللي عملناها مع بعض النهاردة، دول حوالي 3 كرنبات متوسطين طلعوا لنا كل الكمية دي. بتاخدي طبق او طبقين مع ممكن مع نوع تاني من المحشي، وطبعا حسب اللي انتي بتحتاجيه وحسب استخدامك بتاخدي الكمية اللي انت عايزاها او بتخرجيها على الاستعمال على طول. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم بخير، مع السلامة.